انا شايفاك النهارده بتوزع ميه وحاجات للناخبين، الفكره جات لك ازاي؟ يا فندم الجو حر وده مأثر على طلوع الناخبين من على الشارع. الجو حر زي ما انت شايفه جدا، فاحنا بنساعد الناخبين انها تطلع وبنفرق عليها الميه بدون اي توجيهات لاي من المرشحين. طب حضرتك اديت بصوتك النهارده؟ ان شاء الله اديت باذن الله. وتقول ايه للناس اللي عايزه تقاطع؟ لا مفيش مقاطعه، الناس لازم تنزل تقول رايها عشان ما يتفرضش الراي ده عليها. كل واحد لازم ينزل يقول برايه ويفتي برايه عشان ما يلومش بعد كده الا نفسه. احنا في وقت حرج، احنا عايزين نفرح الدول العربيه ومصر كلها مع بعض، دي فرحه المصريين. فرحه المصريين لازم كلنا نفرح ببعض وهنفرح ان شاء الله. هتقولي ايه اللي عايز يقاطع؟ غلطان ولازم ينزل ولازم الكل ينزل، مصر محتاجه صوته. مصر محتاجه صوته، المستقبل مصر. تتمنى ايه لمصر يا حاج؟ نعم. تتمنى ايه لمصر؟ انا بتمنى مصر في ازدهار دايما، واتمنى الخير لمصر دايما، واللي بيقاطع غلطان في حق بلاده وفي حق ولاده كمان، لان ولاده ده مستقبل ولادنا. انا نازل، انا عندي 52 سنه ونازل وانا تعبان عشان ادي صوتي، عشان حق ولادي يجي. النهارده اديت بصوتك؟ طبعا اديت صوتي، طبعا اساسي، لازم اساسي ادي صوتي. ايا كان مين هندي صوتنا لمين، بس لازم ندي الاستحقاق صوتنا، لان ده استحقاق للوطن ولولادنا ولمستقبل ولادنا. دلوقتي احنا معانا مجموعه من السيدات كبار السن اللي كانوا تعبانين ومع ذلك نزلوا الشارع عشان يدلوا بصوتهم. اهلا وسهلا بك يا حاجه. اهلا وسهلا. كان الجو حر النهارده وكده ومع ذلك نزلتي تدلي بصوتك، ايه شعورك؟ بنحب مصر، كلنا بنحب مصر وفدا مصر. انت اديتي بصوتك النهارده؟ مدرسه. طب وايه رايك في تامين اللجان؟ لا كويس جدا، والجيش كله واقفه حلوه جدا. مساء الخير يا حاجه، عامله ايه؟ الله يخليك. اديتي بصوتك النهارده؟ ان شاء الله. طيب تقولي ايه اللي عايز يقاطع الانتخابات؟ لا لازم ينزل يقول رأيه، كل واحد بيقول رأيه عشان مصر يعني. ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ حضرتك وصفي لنا كده شعورك وانت نازله تنتخبي. شعورنا كويس وعايزين الاصلح للبلد وربنا يوفق الكل. مساء الخير يا حاجه. مساء الخير. قولي لنا شعورك كده وانت نازله تنتخبي النهارده. بس مش قد ايه شعوري جميل جدا، وحاسه ان البلد ان شاء الله ربنا هيكرمها وتتقدم ان شاء الله. ايه رايك في تامين اللجان من الشرطه والجيش؟ الحمد لله الشرطه والجيش عاملين شغل جامد قوي، الحمد لله، ربنا يبارك لهم. مساء الخير يا حاجه. ايه يا حبيبي، طبعا السيسي. اديت بصوتك النهارده؟ طبعا السيسي طبعا. قولي ايه اللي هيقاطع؟ الحمد لله السيسي طبعا، ربنا يسلم. تحبي تقولي ايه اللي عايز يقاطع؟ لا السيسي مفيش بعد كده، البلد بلدنا هو اللي رجع لنا بلدنا، رجع لنا طبعا. اديت بصوتك النهارده؟ انا نزلت امبارح والنهارده وانزل. احكي لي شعورك ايه النهارده وانت نازله في الشارع؟ مش حاسه بيه ان انا في اسعد حال، وبس ربنا يتمها يا رب. تتمني ايه لمصر؟ اتمنى لها كل خير، واتمنى لها كده ان ربنا يوفقنا وامن وامان، وشبابنا يشتغلوا، والبلطجيه ربنا ينتقم منهم ويبعدوا عننا، ويا رب ينصروا يا رب عليهم يا رب. من امام مدرسه النقراش التجريبيه للغات حاولنا ان احنا ندخل المدرسه عشان نسجل ناخبين داخل المدرسه، ولكن مع اننا معانا كارنيه الصحافه والاعلام من اللجنه العليا للانتخابات ان احنا ندخل المدرسه ونسجل معهم، مع ذلك المستشار اللي بداخل المدرسه مرضيش ابدا ان هو يسجل معانا، مش عارفين ليه. اديت بصوتك النهارده؟ طبعا اهو. ونفسنا ربنا يكرمه ان شاء الله. تقولي ايه اللي عايز يقاطع الانتخابات؟ لا ما يقطعش طبعا، لازم ينزل. ازاي يقاطع؟ مصر محتاجه له ومحتاجه كلنا ننزل طبعا. تتمنى ايه من الرئيس القادم؟ يتمنى الامن والامان والاستقرار، نفسنا الشباب دي تشتغل وتبقى كويسه، فيا رب ان شاء الله، وادعوا له يا رب. تقول ايه للي عايز يقاطع؟ اللي عايز يقاطع اقول له يبقى انت ما بتفكرش، انزل وشارك عشان يبقى ليك راي وتحب بلدك ويبقى ليك اختيار لبلدك وليك حريه في الاختيار. احنا بلدنا عايزينها تستقر وتبقى كويسه. ايه رايك في تامين اللجان من الداخليه الحمد لله الجيش والشرطه مأمنين تأمين كامل لجميع اللجان الموجوده، الحمد لله، وربنا يخلي لنا يا رب. ايه رايك في تامين اللجان؟ لا التأمين 10 على 10، جيش وشرطه وشعب، لان الشعب بيأمن معاهم، واحنا بننزل نلف وبنقول للناس الرجاء ينزلوا، دي الفرصه جت للمصريين ان هم يمتلكوا مصر، ما يفتتوش مصر، لازم ينزلوا.